دي جودي، واللي بتكون قاعدة في المكتبة وبتقرا كتاب، وبيكون في زميل قدامها معجب بيها وبيقرر انه يعرض عليها يخرجوا سوا، لكنها اول ما بتقوم تقف زميلها بيرجع في كلامه وبيسيبها وبيمشي. وبتكون دي مشكلة جودي في حياتها، انها طويلة وطولها بيكون 186 سنتي وعمرها 16 سنة، وبتكون اختها الكبيرة هاربر تعتبر اجمل واحدة في المدرسة وبتفوز بكل مسابقات الجمال اللي بتدخلها. ومن اعز اصحاب جودي هو جاك، واللي بيكون معجب بيها، وبتفضل جودي دايما ترفض طلب ارتباطه بيها بسبب انها اطول منه، وبيكون الوحيد اللي بيستخدم صندوق خشب بيحط فيه الكتب بتاعته بدل شنطة الظهر بدون سبب. وبيحاول جاك انه يقنعها ترتبط بيه لانها مش هتلاقي واحد في طولها ابدا، لحد ما بتلاقي ستيك داخل قدامها. وبيكون ستيك طالب جديد في المدرسة جاي من السويد وطويل وذكي وبيعجب بيه بنات الفصل، وبتتمنى جودي انه يبص لها حتى، وبتحكي لصاحبتها فريدة انها اخيرا معجبة بحد. واثناء ما بتكون جودي بص عليه بتلاقي زميلتها كيمي، واللي بتحب انها تتنمر عليها جدا من صغرها، راحت تتعرف على جاك وبتعرض عليه انها تعرفه على المدرسة. وبعد ما اليوم الدراسي بينتهي بيطلع جاك عشان يروح، وبيلاقي ان مامته مستنية في العربية بتاعتها ومعاها ستيك الطالب الجديد، وبيسأل والدته عن اللي ستيك بيعمله معاها، وبتفهمه ان ستيك هيعيش معاهم لانهم عيلته المضيفة وده غصب عنه سواء موافق او لا. وبيركب مع والدته العربية بالعافية، وبتكون جودي قررت انها تروح لاختها هاربر عشان تسألها لو عاوزة تشد انتباه الشاب تعمل ايه، وبتساعدها اختها وبتقول لها انها لازم تكون على استعداد لدخول معارك كتير عشان تكسب الشاب ده، لان اي شاب بيكون مغترب بيكون طعم سهل ليهم، وهي لازم تنتصر عليهم كلهم، ودي وظيفتها هي انها تغير هيئتها وتخليها تكسب الشاب ده. وبيكون الشاب ده هو ستيك اللي عايش مع جاك بالعافية، وبيروح معاها المدرسة، لكن جاك بيرفض انه يقعد معاها على ترابيزة واحدة وقت البريك، فبيروح ستيك يقعد لوحده، وبيلاقي بنات المدرسة راحوا يقعدوا معاه وبيفضلوا يقلوا في العدد لحد ما بتبقى كيمي هي الوحيدة اللي بقت معاه. وبتكون جودي مراقباهم وجاك مراقب جودي لانه معجب بيها. وبترجع جودي البيت وبتقول لها اختها ان عندها استعداد تتغير للافضل زي ما اتفقوا، وبيتحركوا هما الاتنين ومعاهم مامتهم، وبيبداوا بمحلات الميك اب واللبس والازياء عشان يبداوا رحلتهم في تغيير جودي للاجمل. وبعد ما بيخلصوا لفه بترجع جودي للبيت وبتلاقي ان موبايلها رن، وبتكون فاكره ان ستيك هو اللي اتصل بيها عشان يطلب منها تخرج معاه في حفله لم الشمل واللي هتتعمل في المدرسه بتاعتهم. وبعد ما بتكون مبسوطه بتكتشف انه مقلب سخيف من شيبار صاحب كيمي، وان كيمي هي صاحبه فكره المقلب، وبتقول لها انها ما تفكرش ان واحده طويله زيها ممكن تخرج مع شاب جميل زي ستيك، وبتقفل الخط في وشها. وبيجي تاني يوم والمفروض جودي تكون على استعداد انها تلبس كويس، وبيكون اهلها متحمسين انهم يشوفوها بشكلها الجديد، لكنها بتنزل بنفس شكلها ومن غير ما تكلمهم، وبتروح المدرسه وبتحاول انها تتجنب مقابله شيبار او كيمي عشان ما يتريقوش عليها، لكنها بتلاقيهم قدامهم بالصدفه، فبتستخبى في اقرب اوضه جنبها، وبتكون اوضه البيانو اللي ستيك بيتعلم فيها العزف، لكنه بيوقف عزف اول ما بيشوف جودي، وبتقوله انها مش هتزعجه وعاوزه تتفرج عليه، وبيحاول انه يعزف لكن جودي بتبدا تعدل عليه عشان يعزف احسن، وبيفهم انها بتعرف تعزف، وبتقوله انها كانت متعلمه من زمان لكنها بطلت العزف لانها ما بتحبش حد يتفرج عليها وهي بتعمل اللي بتحبه. وبيعرض عليها ستيك انهم يعزفوا اللحن سوا، وبتوافق وبتبدا هي تعزف وهو بيغني، وبينسجموا سوا لحد ما بتلاقي كيمي واقفه وراها وبتستنى ان ستيك يمشي، وبتحذر جودي انها ما تقربش من حبيبها وانهم بقوا مرتبطين، وبتمشي وبتسيبها. وبعد اليوم الدراسي بترجع جودي بيتها وبتلاقي ان والدها عازم نادي كامل عنده في البيت، وبالغلط بيتقال قدام جودي ان النادي ده لطوال القامه، وبتفهم ان والدها عامل كده عشان تتعرف على اشخاص في طولها على اساس انها تعيش حياه طبيعيه مع ناس قدها، بس بتتضايق جدا من تصرفه، وبتقول لوالدها ان كل ما بيحاول يعمل لها حاجه عشان يحسسها انها طبيعيه بيحسسها انها غريبه ومنبوذه اكتر من المجتمع، وبتطلب منه انها عاوزه تقعد لوحدها، وبتفضل تدور على عمليات تقصير الطول، لكنها بتلاقي العمليه هتتكلف 150,000 دولار، ده غير انها بعد العمليه هتتعلم المشي من جديد كانها طفله. وبيجي لها تليفون من رقم مجهول، وبتفتكر انه شيبار بيعمل فيها مقلب تاني، وبتبدا انها تشتم فيه، وبتقول له انه لو حاول يتصل تاني هتضربه ومش هترحمه. وبعد ما بتسكت بتلاقي ان اللي بيكلمها ما بيردش وساكت، وبتفهم انه ستيك فعلا، وبتتاسف له على اللي قالته، وبيقول لها انه كان عاوز يعرض عليها تيجي تتفرج على فيلم غنائي معاه لانه عارف انها بتحب الغنى والافلام. وبتوافق جودي وبتقوم تلبس وبتجهز، وبتتحرك على بيت جاك اللي بيتصدم من جمالها اول ما بيشوفها، وبيكون فاكرها انها جايه له تذاكر، لكنه بيفهم انها جايه لستيك عشان يتفرجوا على فيلم سوا، بس جاك ما بيقدرش يمنع نفسه انه يرخم عليها لحد ما بيلجأ ستيك انه يعرض عليه ينضم لهم ويشوف الفيلم معاهم، وبيوافق فورا، وبيروح جاك يقعد في وسطهم لانه بيكون غيران جدا على جودي من ستيك. وبعد ما الفيلم بيخلص بيروح ستيك مع جودي عشان يوصلها لبيتها، وبيبان انهم معجبين ببعض، وبيشتكي ستيك من كيمي، وبيقول انها من ساعه ما شافت جودي معاه وهي متضايقه ومتعصبه من اللي شافته، وانه اول مره يكون مبسوط لانه خارج مع حد من ساعه ما
اتنقل وبيوصلها لحد البيت. وبمجرد ما بتدخل جودي البيت بتكون هاربر مستنياها وهي لابسة فستان أصغر 3 درجات من مقاسها الطبيعي، وده عشان تتعود على لبسه في مسابقة ملكة الجمال الجاية. وبتقول لها هاربر إنها عاوزة تعرف كل اللي ما بينها وما بين ستيك، وبتحكي لها إنه معجب بيها، وبتأكد لها هاربر إن ليها فرصة معاها ضد كيمي. وبيكون ستيك في نفس الوقت متلخبط من اللي عمله، وبيطلب نصيحة من جاك في إنه يسيب كيمي ويرتبط بجودي ولا لا، لكن جاك بينصحه إنه يكمل مع كيمي لأنها أجمل بنت في المدرسة ومفيش في جمالها، ولو استمر معاها شعبيته هتزيد، ويستحسن إنه يبعد عن جودي لأن بوجودها ممكن يضعف ويخون كيمي. وبيجي تاني يوم وبيكون ستيك قاصد إنه يتجاهل جودي تماما زي ما جاك قال له، وبيروح يقعد مع كيمي واصحابها، وبينادي على جاك إنه يجي يقعد معاهم. وبيبدأ جاك إنه يتكلم ويهزر معاهم ويقلد مشاهير وبيخليهم كلهم يضحكوا. وبيكون في بنت من ضمن شلة كيمي اسمها ليز بيبان إنها معجبة بجاك. وبعد ما بيخلصوا المدرسة بتجري جودي ورا جاك عشان تسأله لو كان ستيك قال له عنها حاجة، وبيقول لها إنه قال له اللي حصل ما بينهم وإنه نصحه إنه يلتزم بعلاقة واحدة بس وهي علاقته بكيمي. وبتتضايق جودي إن جاك اتدخل في حياتها بالطريقة دي، وأثناء ما بيتكلموا بيدخل جاك بعجلته في عربية وبتوصله جودي لحد البيت وبتقابل ستيك وبتتأسف له عن اللي حصل ما بينهم امبارح، وبيقول لها إنه هو كمان غلطان إنه عمل كده وإنه هيحب لو يبقوا أصحاب. وبتوافق جودي وبتروح تحكي لفريدة صاحبتها على اللي حصل، وبتقول لها إنه أكيد هتتخطى الموضوع ده زي ما عملت قبل كده كتير. وبتجيلها كيمي وبتقول لها إن صاحبها شيبار معجب بيها بعد التغيير البسيط اللي عملته في شخصيتها وإنه عاوز يخرج معاها، وبتفكر إنها ممكن لما تخرج مع شيبار تخلي ستيك يغير عليها ويكتشف إنه بيحبها. فبتوافق جودي على الخروج معاهم وبتلغي خروجتها مع فريدة، وبيروحوا كلهم على بيت الرعب، وبيكون مطلوب منهم إنهم يدوروا على مفتاح ويحلوا الألغاز عشان يخرجوا منه. وبيفضلوا قاعدين سوا، لكن جودي بتكون مش مرتاحة مع شيبار وبتقول لهم إنها هترجع للبيت. وبيجي تاني يوم وبتكون فريدة لسه زعلانة من جودي بسبب إنها لغت خروجتها معاها، وبتفتح جودي الخزنة بتاعتها بتلاقي ورقة من ستيك بيطلب منها إنها تقابله في أوضة البيانو، وبيقول لها ستيك إنه حس بالغيرة لما شافها مع شيبار وإنه هينفصل عن كيمي عشان يرتبط بيها هي، وبيطلب منها إنهم يخرجوا سوا تاني يوم. لكن بيكون عند جودي حفلة أختها وبتعرض عليه إنه يجي معاها وبيوافق. وبيجي وقت الحفلة وبتبدأ من غير ما ستيك يظهر، وبتبدأ جودي إنها تتضايق وتقلق إنه مش جاي، وبتعدي الحفلة من غير ما يظهر ولا يكلمها. وبتروح على الحفلة بتاعة جاك وبتقابل هناك ستيك وبتطلب منه تفسير للي عمله، وبيقول لها إنه اتلهى في تجهيز الحفلة مع جاك وما لقاش وقت مناسب إنه ينفصل عن كيمي. وبتفهم جودي إن ستيك مش هينفصل عن كيمي لأنه حابب جو الشاب المشهور في المدرسة. وبترجع بيتها وهي بتعيط، وبيشوفها باباها وهي بتعيط وبيحاول إنه يواسيها لكنها بترفض إنها تطلع بره أوضتها، فبيلجأ للبيانو وبيفضل يعزف عليه على أمل إنها تنزل، وفعلا بتنضم له وبتعزف معاه. وبيجي تاني يوم وبيروح جاك لبيت جودي وبيتأسف لها على اللي قاله لستيك وإنه ما كانش الصديق المثالي اللي هي بتتمناه، وبيقدم لها هدية غريبة فيها جزمة بكعب، وبيقول لها إنها كان نفسها تشتريها ولأن عمرها ما هتلبسها ما كانتش هتشتريها، عشان كده قرر يعمل هو الخطوة دي. وبتسامحه على اللي حصل منه وبتقبل هديته، وبتسأله عن سبب الخبطة اللي في عينيه، وبيقول لها إنها مجرد خبطة عادية. وفي آخر اليوم بيجي لها فيديو على تليفونها من ليز وبتقول لها تتفرج عليه، وبتفتحه جودي وبتلاقي فيه إن كيمي بتسأل ستيك عن الموضوع اللي كان بيتكلم فيه مع جودي في المطبخ، وبيقول لها إنها اعترفت له بحبها ليه وكان مجبر يقول لها إنه هيبقى يقابلها بعدين عشان يخلص منها لأنه مش معجب بيها إطلاقا. لكن بيجي فجأة جاك وهو ماسك صندوق خشب وبيكون عاوز يضرب بيه ستيك لكنه بيتفاداه، وبيكلم جاك وبيقول لستيك إنه أول ما جه كان لطيف إنما مرة واحدة تحول لأسوأ شخص، وإنه بيقول قدام الناس إنه بيكره جودي، وما بينهم وما بين بعض بيقول لها إنه بيحبها مع إنه أحسن منه بكتير وأحسن من كل اللي واقفين. وبيتدخل شيبار في الحوار وبيقول له إنها أطول من كل اللي واقفين كمان، لكن جاك ما بيسكتش وبيضربه وبيتخانقوا سوا وبيتصاب جاك في عينه. وبتفهم جودي إن جاك بيحبها فعلا ومش مهتم بطولها، وبتروح ناحية الهدية بتاعته وبتفضل ماسكاها. وبيجي وقت الحفلة وبيكون كل واحد بيجهز إنه يحضرها، وبتكون هاربر هي اللي هتعلن اسم ملك وملكة الحفلة، وبتكون كيمي وستيك هم اللي كسبانين. وبيكون ستيك متضايق إن جودي مش موجودة وبيقرر إنه ينفصل عن كيمي، وبيقول لها إنه كان غلطان لما حب الشهرة أكتر من نفسه. وبتظهر جودي مرة واحدة في الحفلة والكل بيكون باصص عليها وعلى لبسها والجزمة بتاعتها، وبتروح ناحية المايك عشان تتكلم مع الموجودين وبتقول لهم إن اسمها جودي والمعروفة كمان بألقاب تانية كانت بتضايقها زمان، إنما دلوقتي ما بقتش تضايقها لأنها فهمت إنها لازم كانت تحب نفسها أكتر وتحب شكلها اللي بيميزها عن كل الموجودين، وإن عندها استعداد تستقبل كل الإهانات اللي هتتقال لها وهتفضل تحب نفسها برضه. وبيسقف كل الموجودين ليها، وبتنزل جودي ناحية فريدة عشان تتأسف لها وده لأنها أعز صديقة ليها، وبتقرر إنها تسيب الحفلة لكنها بتلاقي ستيك بيجري وراها وبيتأسف لها عن اللي عمله، وبيسألها لو كان في أي فرصة ليه معاها، وبتقول له إن الفرصة مش هتبقى له هو لأنه ما يستحقهاش. وبتسيبه وبتروح على بيت جاك وبتلاقيه قاعد بره بيته وبتسأله اللي يخبى عنها سبب كدمة عينه، وبيقول لها إن مش مهم يحكي لها اللي
اللي حصل. المهم إنه عمل اللي كان حابه وقتها. وبتقوله جودي إنها كانت دايما بتدور على الحبيب المثالي وما كانتش ملاحظة إن الحبيب المثالي جنبها، وبتسأله دايما عن الصندوق الخشب اللي في إيده وعن سبب إنه ما بيحطش الكتب بتاعته في شنطة ظهر عادية. فبيقول لها جاك إنه دايما بيشيله معاه لأنه كان واثق إنه في يوم هيحتاجه، وبيقلب الصندوق على وشه وبيقف عليه عشان يكون أطول من جودي وما يبقاش الطول مشكلة ما بينهم. وبس كده بيخلص الفيلم.